كيبدا الفيلم ديالنا مالوري وهي كتوصف جوج دراري صغار بنت وولد، كتقول لهم راه تابعنا واحد الرحله طويله في النهار، كتحذرهم يحيدوا الغطاء على عينيهم، وقلت لهم بلي عندنا كلشي المانط وكاع داكشي اللي غنحتاجو. وصاتهم باش حتى الهضره ما تخرجش من فمهم، وقالت لهم يا سمعتوا شي صوت جاي من الغابه قولوها ليا. وسالات معاهم الهضره بإلا حيدتوا الغطاء على عينيكم غتموتوا. خرجوا من دار وسط الغابه، مالوري بالخيط معلم الطريق اللي غتوصلها للواد. وصلوا للفلوكه، قلباتها وركبات الولاد فيها ودفعاتها للواد، وبدات الرحله ديالهم اللي ما غتكونش عاديه. كنرجعوا ل5 سنين للور، فين غادي نلقاو مالوري كتعيش مع اختها جيسي كتمارس الهوايه ديالها اللي هي الرسم. سمعوا في الاخبار بلي المحطات ديال التران والمطارات غيتسدوا، وبلي الشوارع عامرين بالناس اللي هاربين من شي حاجه، وبلي كاين حاله انتحار جماعيه. هادشي بدا في رومانيا وانتشر في اوروبا وسيبيريا، والوفيات وصلوا ل10,000. هادشي ما مفهومش وما بيناش فيه بلي مرض ولا فيروس. مالوري ما اهتمتش بالموضوع وقالت ليها بلي هادشي ماشي في الدوله ديالها. مالوري حامله دابا، مالوري في طواليت ديال الكلينيك كترد بسبب الحمل. اختها قالت ليها انا مشيت حتى تتبعيني. مالوري منين خرجات بانت ليها بنت كضرب راسها مع الزاج، تخلعات خرجت كتجري، دخلت للطوموبيل وقالت لختها بلي داكشي اللي كيطرا في روسيا كيطرا هنا دابا. الاسعاف كتدخل في الطوموبيل اللي قدامهم، خرجوا من الكلينيك وقفوا عند الفيروج، ولكن كلشي هارب والناس بحال الحمقين. مالوري كتقول ليها ما تبقايش واقفه. جيسي ما تيقاش في شنو طاري. في واحد اللحظه عينيها تبدلوا وما بقاتش على طبيعتها. مالوري تخلعات وكتحاول تسوق معاها باش ما يديروش شي حادثه. بقات غاده حتى دخلت في طوموبيل وتقلبوا. جيسي خرجات ومالوري حتى هي. اختها مشات وقفات وسط الطريق والرموك ضربها. مالوري فهمت شنو وقع وكتحاول باش تنجح حتى هي. مشهد كيخلع، كلشي هارب والموت ساهل. واحد المره شافت مالوري طاحت، راجلها منعها تمشي تعاونها، قالت ليه راه حامله. قالت لمالوري اجي تخباي. المره شافت شي حاجه، بقات تابعه داكشي اللي شافت حتى ركبت في طوموبيل شاعله فيها العافيه. مالوري جا واحد الراجل عاونها، كيدق في الدار باش يحلو، وجات بنت اخرى كتقول انا بوليسيه حلو. واحد من اللي في الدار حل عليهم، كانت تعرفوا على دوغلاس اللي منين شاف مالوري قال ليها مشات تعاونك وماتت. ما لقات ما تقول. الدار فيها ناس اخرين وكلهم كيحاولوا يخدموا بالريزو ولكن ما خدامش. واحد المره قالت بلي ضروري غيجي شي واحد ينقذنا. قال لي دوغلاس الحاجه الوحيده اللي غطرا هي انه غنموتوا كلنا. كلهم مخلوعين وكيعاودوا على الناس اللي انتحروا قدامهم. طوم قال لهم غطيو الشراجم والزاج. مالوري عاد استوعبت شنو وقع وتفكرت الموت ديال ختها. كنرجعوا للزمن الحاضر، 6 سوايع دازت على الرحله في الواد. مالوري ملي كتبغي تشوف شي حاجه كتغطي راسها ومعاها شي طيور في الصندوقه. مالوري عندها راديو كتحاول مره تدوي فيه وتطلب المساعده ولكن ما كتلقاش الجواب. الفيلم كيرجعنا للماضي، داز 3 ايام على النهار ديال الحادثه. شي واحد كيدق في الباب. دوغلاس قال طوم ما تحلش. طوم حاول يعرف شكون، جاوباتو بنت قالت لي سميتي اولمبيا وطلباتو يعاونها. دوغلاس منعو يحل الباب ولكن طوم بغى يحل. مالوري هزات السلاح ديال دوغلاس. طوم طلب منهم يجيبوا شي غطا وطلب منهم يسدوا عينيهم. دخلت البنت، هاد اولمبيا حتى هي حامله وقلت بلي قريب تولد. عاودت لهم القصه ديالها، قلت بلي ما بقاتش عندها الماكله واضطرات تخرج من الدار. حتى هما تفكروا بلي الماكله قريب تسالي. البوليسيه قالت بلي ما يمكنش لينا نجيبوا شي حاجه وحنا عينينا مسدودين. مول الدار اللي سميتو غريك قال بلي ممكن نديروها. قال لهم تبعوني، وراهم الكاميرات ديال الدار. غريك بغى يراقب الكاميرات يشوف واش كاين شي كاين كيدور حدا الدار. ما قبلوش الفكره ديالو ولكن قنعهم. ربطوه مع كرسي باش الا شاف شي حاجه ما يدير والو. خلوه بوحدو بقى كيتسنى. شويه بانوا ليه الورق ديال الشجر كيتحركوا، بان ليه الظل ديال شي حاجه، عينيه تبدلوا. اللي في الدار سمعوا شي صوت. غريك طيح راسو تضرب ومات. مالوري بقى فيها، كلهم تخلعوا. الرحله ديال مالوري دازت عليها 14 ساعه. سمعت شي واحد كيعيط كيقول واش محتاجين المساعده. قال لهم تقدروا تحيدوا الغطاء على عينيكم. قالت لهم ما تسمعوش هضرته. مالوري خباتهم، جبدت الفردي وبقات كتيري. شويه الراجل شد ليها الفردي، حاولت تضربه، طيح بفلوكه وبغى يحيد ليها الغطاء على عينيها. بقاش مضاربه معاه حتى قدرات تهز موس كبير وضربته به. هو مات ومالوري كملت الطريق. كنرجعوا للدار كيدويو على شنو غيديروا في قضيه الماكله. تشارلي كان خدام في واحد المتجر، قال لهم منين وقعت الحادثه غطينا كاع الزاج. طوم قال لهم خاصنا نمشيو، كاين اللي قبل وكاين اللي خاف وانا تصدع بيناتهم. تشارلي اللي مول الفكره ما بغاش يمشي. طوم عطاهم فكره ديال يصبغوا الزاج ديال الطوموبيل وداكشي اللي داروا. هاد المهمه غيمشي فيها طوم ومالوري وتشارلي والبوليسيه ودوغلاس. الطوموبيل فيها نظام كيخليك تعرف الطريق وشنو اللي قريب ليك، وهما في الطريق كيدوزوا من فوق الجوتات. واحد اللحظه حبستهم شي حاجه، الطوموبيل ما لقاتش فين تحرك. شافوا خيال دايز وشي حاجه كتحرك فوق الطوموبيل. تشارلي تخلع وكان غيخرج من الطوموبيل. طوم قال لهم شدوا مزيان، كسيره بالطوموبيل. واخيرا وصلوا للمتجر. خرجوا هما مغطيين عينيهم. تشارلي حل لهم الباب، دخلوا وكل واحد فيهم مشى كيقلب على داكشي اللي خاصو. طوم هز الراديوات، اما دوغلاس مشى للبلاصه ديال الشراب
مالوري لقات الطيور عجبوها وغتاخدهم. دوغلاس قال لهم بلا ما نرجعوا للدار نبقاو هنا، عندنا ماكله تكفينا لشحال من عام. هما قالوا لي حشومه نبقاو هنا ونخليو هذوك في الدار. سمعوا الدقان في شي بلاصه. طوم قال شكون؟ صوت راجل كيقول دخلوني عافاكم. قال لهم غطيو عينيكم. دوغلاس هز السلاح، الباب تحل. تشار لي سمع صوته وعرف شكون حيت كان خدام معاه. تشار لي حيد الغطاء على عينيه. في الوقت اللي كيسولوا فيه الطيور ديال مالوري داروا الصداع. كلهم حسوا بشي حاجه ماشي عاديه، حاولوا يسدوا عليه الباب وهو بغى يدخل بزز. شارجي قرر يضحي براسو، جراو دفعوه دخلوا عنده كيعيطوا ليه. شويه شافوا الدم خارج من تحت الباب. كنرجعوا للرحله ديال الواد. دازت 24 ساعه. مالوري وقفت ترتاح شويه من الطريق. سولاتها البنت شحال باقي لينا، قالت ليها قريب نوصلوا. مالوري زادت بالفلوكه، بقات غاده. واحد اللحظه اصطدمت مع كاميو غارق. الدري تلح في الفلوكه. مالوري ما كتشوفش، كتسمع غير الصوت ديالو. قدرات تجبدو. قالت ليه واش بخير؟ قال ليها كنحس بالبرد. كتقلب على شي حاجه تغطي بها. مالوري اكتشفت بلي الماكله وكل شي طاح بسبب الاصطدام. حيدات داكشي اللي لابسه وغطاتو. مالوري خرجت من الواد، غطاتهم وقالت ليهم ما تحركوش. ركبت الخيط اللي غيخليها ترجع لنفس البلاصه ودخلت للغابه. لقات واحد الدار. منين دخلت ليها حيدت الغطاء على عينيها. داكشي اللي لقات هزات الغطاء اللي غيعاونهم على البرد، وهزات اي حاجه ممكن تفيدها في الرحله. سمعت شي صوت وهزات الفردي. حلت الباب، خرجت كتجري، كتحس بشي حاجه تابعاها. مالوري بقات كتيري بشكل عشوائي. البنت سمعت القرطاس، هزات الحبل وهبطات من الفلوكه. دخلت للغابه وكتعيط على مالوري. الرياح خلات الوراق ديال الشجر يتهزوا. شي حاجه جات عند البنت، تجرات في الغابه. حتى اكتشفنا بلي مالوري هي اللي خرجاتها. خاصمات عليها، قالت ليها بغيت نعاونك. مالوري تعصبات وتخلعات. دازت 28 ساعه. مالوري مازال كتحاول تواصل مع شي واحد في الراديو. مالوري سمعت اولمبيا كتقول شي واحد غطي عينيك باش ندخلك. الراجل دخل، قالت ليها اولمبيا تسنى. مالوري وجدت السلاح. طوم جا كيجري، بدا كيقلب فيه. دوغلاس فاق وغضب على اولمبيا على هادشي اللي دارت. قال لهم سميتي غاري. عاود ليهم القصه ديالو وطلبهم يخليوه معاهم. قال لهم راه تابعيني. تصدموا وسولوه شكون اللي تابعك؟ قال لهم المختلين عقليا. خرجونا من الدار وخلونا نشوفوا بزز، ولكن هربنا. دوغلاس ما تيقوش وهز السلاح. قال ليه نوض خرج، وقال لهم اللي بغاه يبقى هنا يخرج معاه. ما اتفقوش معاه. قال لهم كاع الغرباء اللي دخلناهم للدار جابوا لينا غير الموت والمشاكل. شويه هاد دوغلاس كيتضرب في راسو بفاز. المراه المسنه اللي معاهم هي اللي ضرباتو. طوم سد عليه في الكراج. اولمبيا ومالوري بجوجهم جاهم الوجع ديال الولاده. كاري جبد من شكاش وشي رسومات غريبه استفهم قدامه. في نفس الوقت مالوري ولدت ولد. دوغلاس شاف كاري وقال لي خرجني. كاري دخل الطيور للثلاجه، بدا كيحل في الشراجم. نزل طوم ودوغلاس قال ليه شنو طاري. كاري ضرب طوم وجا عند دوغلاس حل عليه الشراجم. في نفس الوقت اولمبيا ولدت بنت. كاري جا عندهم مشى حل عليهم الشراجم. اولمبيا حل عينيها ناضت، ومالوري حيدت ليها البنت. مشات كتجري ونقزات من الشرجم. مالوري تخبات وكاري شد المرا بزز. المقص اللي استعملاتو باش تولد مالوري خشاه فيها. دوغلاس جا سد عينيه وباغي يقتل كاري. جات فيه قرطاسه، جرى ودفعو. طاحوا بجوج من الدروج. هز المقص وخشاه فيه. طوم دا كيفيق، حاول يهز السلاح. مالوري سمعت صوت القرطاس. شويه بان ليهم طوم جا بجوجهم اللي بقاو في الدار. دازت 5 سنين. ولد مالوري وبنت اولمبيا كبروا. كدربهم باش يسمعوا مزيان الاصوات. طوم عايش معاهم في نفس الدار. في واحد الليله جاتهم مكالمه في الراديو. واحد الراجل قال لهم سميتي ريك. قال لهم عندنا واحد البلاصه مجموعين فيها الناس وكاين فيها الامان. قال لهم حنا في الاخر ديال الواد. مالوري قالت ليه ما تثيقش. بقى كيسولو شحال العدد ديالهم. قالت ليه ما تقول ليه والو. طوم قال ليه علاش كتسول؟ قال ليه حيت الا كانوا معكم الدراري الصغار صعيب دوزو من واحد البلاصه في الواد صعيبه. بقى كيوريه الطريق اللي خاص يدوزو منها باش يوصلوا عندهم. وقال ليه في واحد البلاصه من النار خاص ضروري تكون كتشوف. قال لي على الاقل واحد فيكم يحل عينيه. قال لهم عندكم يومين ديال الطريق. قال لي كيفاش نعرفوا راه قربنا ليكم؟ قال لي غتسمع صوت كثير ديال الطيور. مالوري رفضات يمشيو، ولكن طون قال لي راه غتسالي لينا الماكله والاوضاع غدا كتصعاب. ناض الصداع بيناتهم على قبل هذا الموضوع. جا النهار ديال الرحله كيجمعوا داكشي اللي غيخصهم. سمعوا صوت ديال الطوموبيلات وقفوا قدام الدار. هادو اللي جاو عندهم السلاح. قال مالوري دي الدراري انا نبقى. مالوري ما بغاتش. عطاها واحد السنسله ديالو وقال ليها سيري. خرج عند اللي جاو وهو هز مع السلاح. قالوا لي حيد الغطاء على عينيك. بانت ليهم مالوري دايزه. شافوها. طوم بدا كيتيري. قتل شحال من واحد فيهم وحتى هو جات فيه قرطاسه. واحد فيهم باقي حي كيقلب عليه. طوم خرج من اللور وقتلهم. بقى غير واحد. القرطاس تقادا. طوم هز ديال اللي مات. في واحد اللحظه دارو شاف شي حاجه. عينيه تبدلوا
ولكن قتل هذاك اللي باقي حيت كان يقدر يمشي يقتل مالوري والولاد. طوم مباشره قتل راسو. مالوري كانت كتسمع هادشي اللي كيطرا، رجعت للدار وعرفت بلي طوم مات. بقات كتبكي وعرفت بلي ما كاين حتى طريقه ينجاو منها من غير انها تمشي عند الناس اللي بغاو يعاونوهم. وتما فين دوات مع الولد والبنت وحدراتهم يديروا شي غلط في الرحله. وهذا المشهد هو اللي بدا به الفيلم ديالنا. دازت 42 ساعه في الواد. مالوري تغطات ودوات معاهم، قالت لهم واحد فيكم غيخصو يشوف. ولدها قال لها انا. مالوري قالت لا انا اللي غنقرر. بنت اوليمبيا قالت لها انا اللي غنشوف. مالوري تفكرت اوليمبيا قبل ما تموت، جاتها البكيه وتاثرات. قالت لهم حتى واحد فينا ما غيشوف. وصلوا للبلاصه الصعيبه في الواد اللي فيها التيار السريع. قالت لهم شدوا مزيان، هاد البلاصه من الواد تقدر تخليهم يتضربوا مع شي صخره. لحظه صعيبه بزاف، الفلوكه كتمشي وكتجي، في اي لحظه يقدروا يتقلبوا. الفلوكه تقلبات، مالوري كتعيط عليهم. الفلوكه مشات حتى هما كيعيطوا عليها. لقات ولدها شاد في الصخره. اما بنت اوليمبيا خرجت في بلاصه اخرى. مالوري تلاقات معاها، غطات ليها عينيها ودخلوا للغابه. مالوري ولات كتسمع صوت كيقول لها حيدي الغطاء على عينيك، صوت كيقول لها شوفي فيا. في واحد اللحظه زلقات وطاحت. اما البنت والولد ما طاحوش، كيعيطوا عليها. مالوري فاقت كتعيط عليهم، ما كاينينش. المخلوقات دوا بالصوت ديال مالوري وقالوا للولد حيد الغطاء على عينيك. مالوري كتسمع في ولدها كيقول واخا انا غنحيد الغطاء، ومن بعيد كتقول لي ما تحيدوش، سمع ليا انا، ما تثيقش فيهم. بنت اوليمبيا حتى هي كطرا معاها نفس الحاجه. مالوري باقي ما لقاتهاش ومخلوعه. واخيرا في واحد اللحظه لقاتو، والبنت حتى هي جات. مالوري شبعت الصوت ديال الطيور اللي غيوصلهم للملجأ. المخلوقات مازال تابعينهم في الغابه وداروا صوت كيصدع. هاد الصوت هذا غيخلي مالوري ما تعرفش الصوت ديال الطيور منين جاي. مالوري هزاتهم وبقات كتجري بيهم. وصلت لشي دار، بدات كتدق في الباب شحال وهي كتطلب في المساعده وكتقول معايا الدراري صغار. واخيرا دخلوها، قلبوا ليهم عينيهم بالبيل اللي يكونوا حتى هما من المخلوقات. عيطوا على ريك اللي عيط لهم في الراديو. هذا الراجل هو اللي استقبلهم ودخلهم لواحد البلاصه اللي فيها جو خور وعالم خور. بزاف ديال الناس مكفوفين ما كيشوفوش، عايشين السعاده. ريك قال لي هاد العصافير كتحذر الناس اللي كيشوفوا بعينيهم باللي المخلوقات قريبه. وصلت القصه ديالنا في الملجأ الوحيد اللي بقى من العالم اللي تدمر. نشوفكم في فيلم خور. تهلاو.